يقدم من خلال الكرة المغربية والله يجب أن يدرس عندنا، ويجب أن يدرس في كل دولنا العربية وليست الخليجية فقط. اليوم اللي شفناه من الفرق، لا يقول لي واحد، لا يجيني واحد يقول لي هذول كلهم عايشين برا، هذول كلهم أجانب بيعتبرون هذول محترفين. منتخب المغرب للمحليين فاز ببطولة أفريقيا. اليوم هم جايبين مدرب لديه مشروع، مدرب اليوم تم تأسيسه في أوروبا، وتأسس تدريبيا من خلال أكاديمية أندرلخت البلجيكي محمد وهبي. والله أكبر. ببارك لحضرتك طبعا في الاول، ببارك لكل العرب، وببارك طبعا لصديقي من المغربي. لما تيجي تشوفوا منتخب المغرب لقى دعم كبير جدا من فوز الاقجع ومن كل القائمين على الكره المغربيه، ويحسب لهم. المنتخب المغربي عندهم ناس قاعده تخدم في الكره وتعرف السيبل نتاعها الصحيح. المغرب واصلت وصح عليهم وربي يجيبهم في الصواب. المغرب راهي قوة عالمية دون تو لي دومان، مخاخ في الفوتبول يحترون كلمة تكذبوش على الناس. الفوتبول رجعوه لما ليه، راكو هلكتوا الفوتبول في الجزائر. المستقبل مشرق للكرة المغربية. المستقبل بيقول ان في شغل، في ناس بتفكر، في ناس بتخطط، في ناس قررت ان المنتخبات الوطنية اعلى من الكل، في ناس قررت ان هي تكمل مشوار وتبص للمستقبل. ابتعاد المغرب لفترات طويلة جدا عن الكرة الافريقية وتصدر المشهد رجع وبقوة ان المغرب على كل الفئات واقفة على رجليها. ما شاء الله. المغرب فريق عظيم، وابناء المغرب سطروا الانجازات الكبيرة، وانا اقول لك اياها دائما، المغرب يردون في الملعب. الرد في الملعب، الرد في الملعب وبابنائه وبسواعد ابنائه. اليوم شوف المغرب تتصدر المشهد الكروي، ابناء المغرب يتصدرون المشهد العالمي. العلم المغرب يتواجد في كل مكان. عبد الله، هذا انجاز كبير جدا لدولة المغرب، لقيادة المغرب، للمملكة المغربية، وايضا للسيد فوزي الاقجع الجندي المجهول في قيادة الكرة المغربية. ما شاء الله ما شاء الله، قل هو الله أحد. لكن نحب نقارن على كل المستويات، مانيش نحكي على السياحة ولا اللي كنا معناها الأخوة نعلموا فيهم، معناها مع احترامي ليهم ونحبهم برشا المغاربة، لكن اليوم على كل المستويات المغرب هاربة بينا رياضيا. كرة قدم خاصة اللي القلب يوجع على تونس. المغرب أصبح من الكبار اليوم، معنى الواقع هذا وشفناه شيء كبير، واحنا حقنا نحشموا على رواحنا. اللي شادين الكوره في تونس يا مكرم، اللي شادين في كوره تونس بالحق شابوبا للاشقاء المغاربه، اعطونا درس في كل شيء. شوف فوزي الاقجع كنا نهاجموا فيه قداش مره، انتقدناه، لكن الراجل هذا يخدم في بلاده، يخدم في كوره بلاده. تحب تقول لي عنده ماكينه مصاب، اللي عنده ماكينه هنا يخدموا بلادهم ويخدموا تونس، اللي عنده ماكينه يخدموا في مصالحهم الخاصه، اللي عنده ماكينه يخدموا